السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بزاف راهم يبعثوا لي على واحد المصري وبعثوا لي ثاني واحد المغربي قال لهم باللي كيما نقولوا هي صح ممنوعه كيما نقولوا القانون تاع والخارطه هذه، ولكن كيما نقولوا في الدورات كيما كاس العالم وكاس افريقيا، ولكن كيما نقولوا في الانديه ماشي ممنوعه. دوك نجاوبوا على كل حال، وجبت لكم ثاني مصري يقصف ويفضح ويتكلم في الموضوع هذا ويقول لك باللي هذا تدخل مباشر سياسه في الرياضه، وقال لك دوك نخليكم تسمعوا وندخلوا في النقاط هذه. وجبت لكم كما نقولوا الاعضاء تاع المكتب الكاف شحال كاين من مغربي راسك يحبس تحس تعرف وش هي الامور. دورة والحقني التريكو تاع ايت نوري بسرعه يعني ولا غير بسرعه اللي درت لكم عليه داروا تخفيضات 30 اورو. انا هذا سقام لي 30 اورو بالبعث بكلش، راهو كيما نقولوا في الفيديو اللي تشفاو عليه. على كل حال نبداو بالموضوع تاعنا. اسمع، افريقيا معتمد ماشي. الاتحاد الافريقي بيعتمد تصميمات، ما بيعتمدش خرائط سياسيه. العالم كله عارف دلوقتي ان الصحراء الغربيه منطقه متنازع عليها ما بين البوليساريو اللي بتدعمها الجزائر وموريتانيا كده ليها دور في المساله، والمغرب. يعني ما الجزائر مالهاش علاقه، ثواني غير مش متنازعه. ممكن نبقى نيجي للنقطه دي. ماشي. دلوقتي الاتحاد الافريقي بيعتمد ايه؟ تصميمات وليس خرائط سياسيه. دلوقتي الخريطه السياسيه دي رمز سياسي على التيشيرت، فانت مدخل لي السياسه في قلب، مش في قلب الرياضه، ده في قلب الملعب في التيشيرت بتاعك. ده حاجه. وجود التصميم ده وموافقه الاتحاد الافريقي عليه هو دليل ادانه للمغرب مش دليل براءه. قول لي ازاي؟ فوزي لقجع اللي هو عضو اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي ورئيس رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي هو الاتحاد المغربي، يعني ده كان رئيس نادي نهضة بركان اصلا لمده 10 سنين، ولما مشي جه مين يمسك بداله؟ النائب بتاعه. الراجل ده معروف نفوذه في الاتحاد الافريقي لدرجه انه في 2019 في نهائي الكونفدراليه ما بين نهضة بركان ونادي الزمالك فاز الزمالك بضربات الجزاء، راح اعتدى على الحكم بابلاك تسيما وما خدش ايقاف يوم. وقبلها معروف عمل ايه في لما خلى نهائي دوري ابطال افريقيا في مباراه واحده وراحت اتلعبت في المغرب ما بين الاهلي والوداد، والوداد كسب البطوله. فده معناها ان انت كمغرب بتستخدم نفوذك عشان تمرر اجندتك السياسيه. اصل خد بالك فوزي اللقجع ده مش مجرد رئيس الاتحاد المغربي ولا عضو في اللجنه التنفيذيه للكاف، لا ده وزير في حكومه عزيز اخنوش رئيس الوزراء المغربي، الوزير المكلف بالميزانيه. ومعروف ان عزيز اخنوش ده على علاقه قويه بملك المغرب. هو ايه ذنبه؟ ان هو بيحمي مصالحه ومصالح، مش مصالحه، مصالح بلده. يعني صاحبي هو ازمته وذنبه ان هو اولا دخل السياسه في الرياضه، دخل السياسه في الرياضه في موضوع متنازع عليه وموضوع حساس جدا بالنسبه للجزائريين وللمنطقه كلها. والحاجه الثالثه ذنبه ان هو رايح يفتعل ازمه في قلب الجزائر. هو رايح كده مش يلعب ماتش كوره. تليفون واحد من فوزي لقجع البتاعه دي تتشال ونحط عليها المغرب، الموضوع انتهى. لكن انت رايح تفتعل ازمه دبلوماسيه ضخمه ما بين بلدين اوريدي في ازمه موجوده. انت بتصب الزيت على النار ليه؟ انت بتصب الزيت على النار ليه؟ يعني هو رايح يدير ازمه دبلوماسيه. هذه النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه اللي تكلمنا عليها يعني قال لك انه هذا ما دخل السياسه في الرياضه، هذا دخلها داخل الملعب، يعني تعدى الحدود. انه باريزوم دار الخريطه في كما نقولوا في الأقمصة، دخلها لارض الملعب. كان يقول لك ممنوع تدخل السياسه في الرياضه باريزوم بالالفاظ، لافتات في الملعب، شعارات في الملعب. هذا دخلها في التريكوات باش يدخلها داخل الملعب. راكم شايفين الخريطه هذه اللي دخلها داخل الملعب. شوف نعطي لكم اكزامبل. هذه الصهاينه وما داروهاش. صهاينه يا خيرهم دايرين منتخب وعندهم اعلام تاعهم هذاك زعما اسرائيل. راكم شايفين كي يروحوا يلعبوا بالاعلام تاعهم ما دارلكش خريطه، لان خريطه على بالهم باللي تقصيهم، على بالهم باللي ازمه دبلوماسيه، لان كاين اراضي ما راهيش معترفه بها الامم المتحده وهما حطوها وانضموها في الخريطه، وهنا يعتبر تدخل سياسه في الرياضه. الصهاينه وما داروهاش يا خوتي، الصهاينه وما داروهاش. ارض متنازع عليها وما داروهاش في التريكو تاعهم، وهما اللي باشد الحاجه. هما اصلا ما عندهمش ارض. المغرب قال عندها ارض بصح بتضم اراضي. الصهاينه ما عندهمش ارض اصلا، ارض ما عندهمش، سارقينها كومبلي وما تجرؤوش. هما اللي اولى بالاعلانات وكذا، اولى وما داروهاش في التريكو تاعهم يا خوتي. راك فاهم ولا ما راكش فاهم اخي المواطن؟ الدوزيام
قال لك لقجع كيما يقولوا دخل هو ديجا سياسي، هو وزير تاع الماليه وكذا، هو وزير تاع الماليه. القانون يمنع تدخل السياسه في الرياضه. كيفاش انت تجيب لي واحد من السلطه في نفس الوقت يحكم الاتحاديه؟ وهنا كاين امر سؤال بين قوسين، قال لك داروا راوراوا، راك فاهم ولا لا؟ قال لك راوراوا هو اللي دار القجع، يعني راوراوا خالف القانون تاع الفيفا ودار لقجع اللي هو وزير في كيما نقولوا مؤسسه حكوميه، عطالو منصب في الاتحاديه. نورمالمون يقدر، ولكن كي يتخلى على المنصب تاعو السياسي، هو راهو في المنصب السياسي وراهو في المنصب يعني سياسي داخل في الرياضه، هو اصلا غير قانوني شكل الخارطه. راكم شايفين؟ وقال لك هذا يتحكم، حكى لك الامور اللي صارت بمصر ودرنا عليها الفيديو تاع اللي ضرب الحاكم بكف ولا ما على باليش، ما عاقبوه. شتوا الكاس افريقيا الاخرانيه وصلت بيننا كيما نقولوا الركراكي، وصلت بين اللاعب هذاك وصلت قضيه، ومن بعد عاقبوا المغرب ابتدائي، ومن بعد نقصوا لها يا غير ماتش واحد، الروطرينور ما يلعبش كيما نقولوا، الروطرينور ما كانش، يعني تقريبا ما كانش. هذا الامر هذا وين يولي؟ نعاود نولي لكم بعد شويه حافظ الدراجي اللي راك تبكي بزاف وما ما عندكش الامل. راك تفكرني بالقضيه تاع خلاص عطاوها للمغرب، خلاص عطاوها للمغرب، روحوا سحبوا الملف وعطاوها للمغرب، صح، خلاوهم المرشح الواحد. القضيه تاع المرشح الواحد راهي مخدومه، راك فاهم حافظ الدراجي، والمنشورات تاعك راهي تدل يأس. قانون ما راهوش معانا، اما احنا والنيف ومالغري خسرنا ما خسرناش، قانون كاع راهو ضدنا، العالم كاع هاو يقول لك، هذا راهو يقول لك باللي تدخل السياسه في الرياضه وممنوع دوليا. قانون راهو معاك 100 مليار بالمئة، روح ما تخسر، روح قانون راهو معاك يا ابن عمي. على بالنا باللي القجع عنده نفوذ ما وراه صهاينه على كل حال، ولكن عندك قانون مكتوب كتبوه هما، روح انت قال هاوليك القانون دير محامي، روح علاش تسحب؟ راك فاهم؟ شوفوا نعطي لكم، راكم تشوفوا هذوما الاسماء كاع اللي داخلين كيما نقولوا في المكاتب تاع الكاف. احسب شحال من مغربي، ماروكو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 العضو في المكتب تاع الكاف، حاكمين الكاف كامل. يعني كي تجي تشوفهم لك المناصب تاعهم اللي ملهيه بالاصفر، رونجيستري هذه كوميونيتي فينانس، كوميتي قلت لك كوميونيتي، افكو اورغانيزاسيون هذه، شان اورغانيزاسيون، انتر كلوب هذه تاع الفرق اللي رانا نلعبوا فيها، وومن فوتبول يعني الصالات كرة القدم تاع داخلين في 13 عضو في المكتب التنفيذي، حتى تاع الميديسين تاع جينيرال تاع القانون تاع داخلين حاكمين في كل بوست. يعني هما اللي راهم يقرروا في الكاف. يعني كي تروح انت امبوسيبل راح يربحوك، راك فاهم؟ امبوسيبل راح تربحهم. بصح يا حافظ الدراجي، الامر اللي حبيت نقول لك عليه انه قانون تاع الفيفا واضح هكذا ولا لا؟ افريقيا تقدر تغمك. راك سمعتي واش قال لك؟ لا ولا قال لك باللي لان كاين نقطه اللي جيت نتكلم فيها، خلينا من الدراجي لان يعيش سون بيتي راهو يخدم نفس الخدمات تاع خسرنا ومعليش وكذا، هي نفس تاع الكام باش ننظموها احنا، خسرنا قاعد يضبح علينا ولازم تسحبوا الملف وكذا. ومن بعد سحبنا الملف، من بعد موتيبي قال لك باللي تفاهمنا مع بعض الدول باش يسحبوا الملفات تاعهم ويخلوا المغرب وحدها. راك فاهم؟ حلل يا دويري، راك فاهم يا اخي المواطن؟ حلل يا في العارضه وحلل يا اخي المواطن. نعاودوا نقولوا النقطه تاع هذاك اللي قال لك باللي المغربي قال لك باللي كيما نقولوا الخريطه صح هي غير قانونيه. يا ودي قانون الفيفا تتحكم في كاع الاتحادات وتتحكم في كل الرياضه. باش تجي تقول لي باللي نتايا تحبي تلعب بها، نقولوا زعما كيما راك تقول انت نجي معك كيما راك، راهو قاري، راك تلعب قاري. اتحاد العاصمه ضد بركان راهو قاري، انديه ولا مش انديه راهو قاري. انت جايب خارطه وجاي البلاد واحده اخرى وتعتادي لعبها في البطوله بيناتكم، ديال الخارطه بيناتكم ما تخرجش خارج الحدود تاعكم، ونورمالمون ممنوع. راك قاري يا ابن عمي. شامبيونز ليغ كيفاش هذه اللي اعتبلونا اول قانون راهو معاك 100%، ما تقطعش ليا روح اضرب. ما اتحاد العاصمه دبروا راسكم، ما
تتكلوا على حتى واحد. وشوف اتحاد العاصمه نوصيكم، لان الامر راهو اكثر من ذلك. الامر تقدر تروح تتكل على ناس اللي ما يلعبوش، يحبوا يخسروك ومتفقين. شوفوا كاين اجندات. هذا المخزن قلتها لكم دي خطره، اللقجع هذا راهو بعثاته السياسه للرياضه باش يدخل السياسه تاعو في الرياضه ويعقب الاجندات السياسيه عبر كما نقولوا الامور الرياضيه. ومستعملين ايادي جزائريه، مستعملين كما راهم مستعملين في لافريك وفي العالم كاع، شادين الناس بزاف، شادين ثاني في الجزائر. وعلى بالكم اللي كانوا يكسروا في المنتخب ويكسروا في رؤساء الاتحاديه ويكسروا في اللاعبين ويكسروا، هادو كاع عندهم اجنده، راهم مع القجع، عندهم اجنده مع القجع. اتحاد العاصمه بدل لما في حتى واحد. يعني يقدروا يقول لك باللي خلي احنا ونديروا لكم ونديروا الطعن وكذا ومنا، ويبعثوك دير الطعن ويديروا لك طعن ضعيف بم راح لك. راك فاهم؟ محامي تاعك انت سبيسيال، روح بالقانون للفيفا، تخسر باينه باللي كما نقولوا راهم قاع ضدنا. راك شايف؟ الطاس ما يلعبش، هي نورمالمون، لان كاين عده قضايا الفيفا ما نصفتهمش والناس توجهوا الى الطاس وربحوا القضايا في الطاس. الطاس يقول لك خارج عن الفيفا، الطاس هذا يقول لك خارج عن الفيفا. راك فاهم؟ خارج عن الفيفا. واش هنايا دير كيما الملف اللي يحبوا يديروه لنا، اللي بعثوه للفيفا وغلطوا للجنه اللي من يبعثوه، ومن بعد ما عندكش الحق باش دير الطاس. هذه كاع الاعيب جزائريه باش كيما نقولوا القضيه تاعك ما تروحش ما توصلش. على هذيك اللي يقول اتحاد العاصمه ما دير الثقه في حتى واحد، انتو بيناتكم لداخل فروا بيناتكم وروحوا اشكوا. الطاس هدايا حقك تديه، ماشي زعما انت واعر ولا. عندك محامي تاعك يروح يرفع هذيك الماده الفلانيه، تقول الماده الفلانيه تقول السياسه في الرياضه الخارطه ممنوعه وكذا، وهما دخلونا بالخارطه وممنوع عليا نلعب، لان راح نشارك في المهزله، راح نشارك. انا لو كان نشارك راح نخرق القانون. النقطه اللي راهم يقولوا باللي مادام معتمده من الكاف، يعني الكاف اعتمد، يعني بركان يخرج من نو. اذا الطاس يعاقبك يعاقب بركان ويعاقب الكاف ثاني، يعاقب بركان، لان بركان انت كنادي عندك قوانين انت اللي تتبعها، انت راح تخدم التريكو وانت اللي بعثته، قبلوه ما قبلوش ما يهمنيش، انت اللي خدمته وانت عندك القانون. تقول لي ما قريتش القانون، كيفاش ما قريتش القانون وعندك نادي؟ عندك نادي، باش تخدم نادي لازم يكونوا عندك محاميين، ناس دارسين القانون يعرفوا قوانين، لان الفيفا باش تسمح لاي نادي تنظم نادي لازم تقرا القوانين وتسني باللي انت راك موافق على القوانين، انت راك مسني على القوانين. الكاف قبلت لك ما قبلتلكش، انت خدمت التريكو وانت على بالك باللي لا تدخل السياسه في الرياضه، انت تتعاقب. نادي بركان اللي نورمالمون يتعاقب قانونيا، راك تسمع الدراجي ماشي اتحاد العاصمه. ومعليش عندنا النيف عندنا من بكري، بصح القانون راهو معاك، راك قاطع الياس يا بن عمي تاع غير خلوها خلاص، ما كان له ديروا اعتراض. هذا واش نقدر نقول لكم في هذا الفيديو خاوتي، ما نطولش عليكم، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.